السلام عليكم يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة هقول لكم على نوع بط ان شاء الله تربوه، مميزاته حلوة جدا جدا. بيوصل معاكم لخمسة ستة كيلو وبأقل مجهود، وبياكل أكل البيت عادي. البط ده يا جماعة، بس الأول صلوا على النبي، ناخد حسنتين مع بعض كده واحنا مع بعض. ووحدوا الله، لا إله إلا الله. البط ده يا جماعة مميزاته ان هو اللحم بتاعه طعمه جميل جدا عن البكيني، لأنه بيبقى صفيه لحم. ما بيكونش فيه دهن كتير زي البكيني بيبقى الجلد بتاعه تخين كده شوية. لا، ده بيبقى لحم خالص، وكمان طعم اللحم بتاعه بيكون زي المسكوفي او البلدي، بيكون كله لحم كده، واللحم بتاعه بيكون احمر. وطعمه زي البلدي بالظبط. الميزة التانية برضو يا جماعة ان هو بيكبر بسرعة، يعني في 3 شهور تقدري تذبحي، من 3 شهور وانت طالع، وكل ما تسيبيه عندك اللحم بيزيد، والطعم برضو بيحلو اكتر. انا ربيت انواع بط كتير. وبصراحه حاسه يعني اقول لكم على النوع ده افضل نوع. ليه؟ لانه جامع بين الصفات الكويسه كلها للبط. يعني البط البكيني بيكبر بسرعه، ايوه، بس بيبقى دهنه كبير شويه. البط المسكوفي بيبقى فيه لحم كتير، ايوه، بس بيقعد حوالي 5 شهور عشان تذبحيه. ده بقى بيبقى جامع بين الصفتين، اللي هو السرعه والطعم، وكميه الدهن اللي فيه بتبقى قليله، وحاجه كده يعني، بجمع المميزات كلها ان شاء الله. هو البط اللي قدامكم ده هو الابيض ده. البط ده بتربيه اول اسبوعين او 3، ان امكن معاكي شهر على علف كان احسن. يعني اهم حاجه ان انت ما تقليش عن اسبوعين، ان انت تفضلي تاكليه علف صافي من اللي بيشترى. بعد كده تقدري بقى تخلطي العلف مع بواقي الاكل اللي عندك، ممكن من عمر اسبوعين، بس يستحسن من بعد شهر. بتبداي بقى تخلطي العلف اللي عندك، اي اكل عندك بتدوله. ده شكله لما بيكبر يا جماعه. هو الابيض ده انا حبيت اوريهولكم الاول وهو صغير بيكون شكله عامل ازاي. ده بقى بيبقى شكله اما يكبر. البط ده يا جماعه تهجين بين المسكوفي والبكيني، يعني بيكون الاب مسكوفي والام بكيني او العكس، فبدينا البط المجنس او البط البغال بمعنى اصح، اللي احنا ما حدش يعرف المجنس ده اللي كان غير اللي كان بيربي تربية قديمة، يعني كنا بنقول عليه البط المجنس الأول. أما دلوقتي اسمه البغال أو المولر. إن يا جماعة عرفتوا توصلوا للبط المولار أو البغال المستورد، ده أحسن نوع مطلقا في البط ده. بس المشكلة إن انتم ما بتقدروش تحصلوا عليه من، يعني بيبقى الأماكن اللي بتبيعه قليلة جدا جدا، فمش مش هتقدري إن انت تجيبيه. هو ده لو عرفت تجيبيه، هو ده أحسن نوع، هيوصل معاك ل7 و8 كيلو كمان. اللي هو بيبقى كمان بيكون بعين حمراء. والبط ده يا جماعة بيكون مستورد، ما بيجيش عمر يوم. البط البغال المستورد مش بتقدري تحصلي عليه عمر يوم خالص، لان هو بيجي اصلا من بره. التهجين بتاعه بيكون صناعي عن طريق الانسان، ما بيكونش ما بنتجش في مصر خالص. اللي هتجيبيه في مصر عمر يوم وتعرفي ان هو بغال محلي مش مستورد. البغال المستورد ما يقلش عن اسبوعين، لو هتجيبيه ما بيكونش اقل من اسبوعين، وبيكون عينيه حمراء. هو ده احسن نوع. بيكون اسمه كمان بلانشار او جريمو تقريبا. بس مش هتقدري تحصلي عليه غير بعد اسبوعين، والاماكن اللي بتبيعه قليله جدا. البط ده هو اللي بيعدي خالص ما شاء الله، بيوصل ل7 و8 كيلو ما شاء الله كمان. وفي عمره برضو قصير، مش بيقعد مدة كبيرة زي المسكوفي ولا حاجة. بس المشكلة زي ما قلت لك كده، ان انت مش هتقدري تحصلوا عليه، لان الاماكن اللي بتبيعه قليلة جدا، وكمان سعره هيكون غالي لانه مستورد، مرتبط دلوقتي بسعر الدولار. فالبديل بتاعه ايه بقى؟ البديل بتاعه هو البط البغالي المحلي. البط ده يا جماعة بيكون سعره في الاول وهو صغير غالي شوية عن البط البكيني، وعن لا، بيكون المسكوفي اغلى منه. هو بيكون وسط، سعره بيكون وسط بين المسكوفي وبين البكيني. بيبقى مناعته قوية جدا ما شاء الله، يعني اقوى بكتير من البط البلدي او البط المسكوفي. البط المسكوفي والبلدي لما بتربيه في الصيف بتلاقيه يفطس منك ويسهل ويتعب وممكن يموت منك لأي سبب. اما البط ده بيكون مناعته مشابهه خالص للبط البكيني. طبعا كلنا عارفين ان البط البكيني مناعته قويه جدا.
فتقدري تربيه حتى لو انت ما عندكيش خلفيه في التربيه قد كده. كل اللي عليك ان انت في الاول هتديله علف صافي لمده اسبوعين، بعد كده هتقدري تضيفي بواقي الاكل، سواء كان بواقي اكل عيش او بواقي الاكل اللي تطلع عندك من المطبخ، وما شاء الله بيوصل معاك الوزن مرضي جدا وبيكون لحم صرف. البط البغال اللي قدامك ده هو الابيض. الاسود ده يا جماعه ده بط سوداني طالع من عندنا، يعني هو مش سوداني قوي، هو مسكوفي على بلدي يعني. فهو حاجة وسط برضو، يعني بيوصل لحجم كبير شوية عن البلدي، لأنه الأب بتاعه مسكوفي، فهو خليط، بيكون وزنه كبير شوية. أما البط البغال هو اللي قدامك ده، هو الأبيض ده اللي فيه نقطة سمراء. كمان يا جماعة لما تيجوا تشتروه يبقى هاتوا الأنواع اللي هي هتلاقيها لونها بني، دي بتوصل لحجم أكبر من الأبيض اللي انتوا شايفينه ده. يعني احنا ربنا تربية قبل كده كانت لونها بني، البغال كان لونه بني، كان وصل لحجم كبير جدا ما شاء الله عن الابيض ده. وكمان حاولوا ان انتوا تجيبوا الذكور، وخلوا بالكم وانتوا بتشتروا من المعمل، لما بتيجوا تشتروا بتلاقوا انتوا طبعا مش عارفين الفرق بين البطه والذكر، فحاولوا ان انتوا تقولوا لبتاع المعمل ان هو يدولكوا ذكور حتى لو بسعر اغلى شويه، لان ده هيفرق معاكي بعدين، لان في الوزن لما تيجي بقى في الاخر تذبحي وتشوفي في الاخر هتلاقي الذكور بتوصل معاك الوزن 5-6 كيلو، ووزن مرضي جدا. البطة مش هتزيد مثلا عن 3 كيلو ونص اقصى حاجة. فيستحسن ان انت تجيبي ذكور. في المعامل بيبقوا يا جماعة خلوا بالكم ان هم بيبقوا، وانت بتشتري مثلا لو هتجيبي 10 بيدولك، ممكن يدولك لحد 8 و9 بط وذكرين بس فيهم، ان ما كانش كمان كلهم بيبقوا نوتي يعني او بط. فتخلوا بالكم وانتوا بتشتروه، او تنبهوا على اللي بيديهولكوا، او ان انتوا تجيبوه ذكور، او تنقوا البطه اللي راسها كبيره. يعني لو هو قالك انا مش عارف، حاول ان انت تنقي البطه اللي راسها كبيره. وكمان يا جماعه خلوا بالكم برضو ان هو بيكون شبه البكيني العادي، فانتوا تقدروا تفرقوا بينه لو الاتنين جنب بعض. البكيني العادي بيبقوا شكل بعض، يعني وهم صغيرين بيكونوا شكل بعض. هتقدروا تفرقوا بين الباكيني وبين المولر او البغال المحلي من المنقار ومن الرجل. المنقار في المولر المحلي بيكون لونه ابيض او مبيض شويه، او ممكن مايل كمان للبنفسجي كده شويه. اما الباكيني بيكون اصفر خالص، اصفر خالص. انت لو مسكت المولر المحلي قدامك كده من غير ما يكون في باكيني مش هتحسي بفرق، لكن لو الاتنين جنب بعض هتلاقي الفرق واضح جدا ان شاء الله. الرجل برضو بتكون مبيضة شوية عن الباكيني. الباكيني بيكون اصفر خالص. البط اللي قدامكم ده يا جماعه مربينه دلوقتي على اكل البيت فقط، مفيش اي علف خالص نهائي، وبيكبر معاكي برضه كويس وكل حاجه، بس ممكن يطول شويه، بس في الاخر بتلاقي طعمه احلى، وبيكون ناشف خالص كده، ومحتواه من الدهن مش كبير زي ما بتاكلي علف صافي. البط اللي بنشتريه من المحلات بياكل علف صافي، فبتلاقي محتواه من الدهن كبير، عكس اللي احنا بنربيه في البيت. ان شاء الله تجربوه وتحسوا وتشوفوا الفرق ان شاء الله، ويكون مبروك عليكم كده ان شاء الله. وما تنسوش اللايك يا جماعة لو تكرمتم، والسلام عليكم ورحمة الله.